هلو حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بألف خير وصحة وعافية. بهذا الفيديو راح اشارككم اليوم هيك روتين بسيط، وراح اسويلكم طبخات حلوة. ان شاء الله تستمتعون بالفيديو، واحكوا لي اخباركم، صحتكم، وين طلعتوا بالعيد، ايش سويتوا ما سويتوا، وقولوا لي همنا اخباركم بالمدرسة، ايش قاعدين تسوون. اتمنى يعجبكم هذا الفيديو، فاذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة وشجعوني حتى اسوي فيديوهات. المهم عفونا ان البزونة باعوا هذا الورد اللي قلت لكم عليه زينية، باعوا هيك الوانه. هسه اشوفكم بعد الوان طبعا تجنن الوانه. باعوا هذا التفاح ايش قد حلو يجنن والله. جيبوه، هذا تقريبا هيك شي ورد طاخ. هذا ورد الصباح، اريد احول طبعا ورد الصباح بس الصبح يفتح، بس لانه الشمس عليه هسه مفتح. راح احول من عنده هناك بمقدمة الحديقة، فحابة شوي اسوي تغييرات وزراعة بالحديقة. بس كلش حلو هذا الورد يجنن زين. وهذا همنا كلش حلو، اشتروه من المشتل لانه بالصيف وردته يعني دائمية بالصيف ما يذبل. اكتبوا لي افكاركم، شنو حابين فيديوهات، فيديوهات مال شعر، عناية بشرة، فلوقات. انتو شنو حابين مثلا عن الزراعة؟ اكتبوا لي جوا بالتعليقات على مود اسوي لكم فيديوهات انتو اللي تطلبوها او تحبوها. وراح أعلمكم هنا على معجنات طبعا كلش سهلة، والعجينة ناجحة 100%، تقدرون تسوونها بكل سهولة، وطبعا طريقتها كلش ناجحة وطيبة. وهسه راح أشوفكم همنا المكونات والمقادير، راح أكتب لكم إياها على الشاشة أحسن. عندي هنا بيضة، 4 خواشيق حليب، عندي 3 كوب زيت، 3 قلاصات طحين وشوية يعني ونص أو ربع، ومي دافي، وخاشوقتين شكر، ورشة ملح. طبعا هكتب لكم المكونات على الشاشة. هسه راح شو اسوي؟ اول شي اخلط كل المكونات المذكورة، بس الطحين ما اخليه، الطحين اخليه اخر شي. وطبعا الطحين حسب الاضافة، اكو طحين يحب سوائل اكثر شوية اضيف عليه مي، واكو طحين لا يعني نص المي، فبالتالي يكون ما يحتاج هواية. فانتو حسب الطحين مالتكم ونوعيته. هنا خلطت كل المكونات اللي قلت لكم عليهن ما عدا الطحين بعدين. وطبعا هاي العجينة تحب عجن زيادة يعني، من تبدين تعجنين بيها باعي على الساعة لمدة 7 دقائق 10 دقائق ظليت عجنين بيها حتى تصير هيجي ناعمة، وهم تطلع عندش ناجحة وطيبة. وهنا خلطت العجينة كل زين، بعدين راح أجيب صينية وأعجنها بعد تقريبا 7 دقائق حتى تطلع عندي العجينة مضبوطة. قلت لكم أي عجين يعني أي عجين لازم تعجنونه فترة يعني 10 دقائق 7 دقائق على مود يطلع عندكم العجين مضبوط. وهنا مثل ما تشوفون جبت زيت شوية، رشته بالصينية، وبديت أعجن العجينة. وهنا بنات قلت خل أسوي عشاء وياكم. طبعا هذا العشاء دايم مثلا يجيكم خطار وحاليا شنو تسوون، هذا عشاء طبعا كل سريع وما يتعبكم هواية، لأن مو شي مرقة وشي تعب. المهم هنا حاطة زيت، وراح أخلي بصل أبيض مثروم، طبعا أفضل البصل الأبيض يعني أحسن من الأحمر لأن أحسه شوي أطيب. راح أقليه شوية، وراح أخلي شوية شعرية. هنا البهارات بكيفكم، شنو حابين انتو نوع بهارات خلون. انا خليت كركم وخليت كاري وخليت شوية فلفل اسود وشوية هيل وحطيت بابريكا حارة. ممكن تستغنون عن الحار اذا ما تحبون الاكل الحار.
وملح أكيد، وخليت هنا التمن. هنا صلصة الدجاج حطيت دبس الرمان وشوية بهارات ولامندوزي، وحطيت شوية صوص. أمسح طبعا الدجاج بعد ما سلقتها بلامندوزي وملح وشوية كركم، خليتها بالفرن. وهنا هذا بعد ما استوى، طبعا شي سريع يعني، ما حبيت أطول بالفيديو، بس جربوه كلش راح يعجبكم. طبعا هنا مثل ما تشوفون العجينة ما شاء الله اختمرت. طبعا ما طولت تقريبا ساعة، وتقريبا ها صار اني بالدعش بالليل قاعدة اسوي يعني اشتغل بهن، فبصراحة تعبت وقمت اخر شي شو ما كان بس اريد اخلصهم. المهم هنا سويتهم هيك على شكل دوائر على مود بس شوي يرتاحون. بعدين راح احشيهم نوتيلا. طبعا اني ما احب الحلا، فحسيت نفسي انه لو حاطة بيهم جبن يمكن يطلعون أطيب. فما أعرف أنتوا شنو تحبون، إذا تحبون الحلا أكيد راح تحبوها. فهنا مثل ما تشوفون سويتها كرات. طبعا الحشوة أنتوا شنو حابين تخلون عادي، حتى لو بدون حشوة وبعدين تخلون شي تاكلونها شاي أو شي هم عادي، أو ممكن تحشونها قشطة هم عادي. هنا مثل ما تشوفون راح أفتحها وأحشيها نوتيلا. طبعا مو نوتيلا، هاي كاكاو ما أعرف شنو يعني جبته. ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180 طبعا، ورشت عليهم شوية سمسم. وهاي شكلهم النهائي. طبعا طعمهم يجنن والله، كلش طيبات طلعوا. هنا راح ارش عليهم شوية حليب مكثف، ممكن ترشون عليهم اي شي طبعا. هسه يقولون هاي تشبه خلية النحل، لا والله هاي خلية الزنابر، انا حابة اسميها هيك اسم يعني. المهم يعني هي مثل السندويشات يعني، وبداخلها حشوة. شوفوا ذاك اليوم فيديو وجربتهم طلعوا كلش طيبات، فقلت خل اشارككم بهن. احبكم هواية، واشوفكم بألف ألف خير ان شاء الله فيديو جاي. مع السلامة.